السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختار أهم أخبار البورصة بتاريخ 6 يوليو 2026. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بورصة مؤشرات بورصة مصر تواصل ارتفاعاتها في المنتصف والرئيسي يصعد 1.53%. الرقابة المالية تقر إفصاح دعوى عمومية الدلتا للتأمين لزيادة رأس المال. خسائر نوفيديا للاستثمار ترتفع 7.4% خلال ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مصر. 2 أغسطس، عمومية اسباير كابيتال تناقش تعديل الغرض واعتماد حساب توزيع الأرباح. مدينة مصر تشتري 1,250,000 سهم خزينة، طبعا خبر إيجابي. أسعار وثائق. BIG تقرر إعادة جدوى جديدة لزيادة رأس المال وخطة هيكلة الشركة. سهم عقاري يقفز أكثر من 18%، أبرز الرابحين في البورصة المصرية. طب نشوف كده سهم ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مع ارتفاع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الأحد، تمكن سهم ضمن قطاع العقارات من الارتفاع بأكثر من 18%. وفي ختام ارتفاع مؤشر رئيسي بورصة مصر EGX 30 نحو 1.18% عند مستويات 51,130 نقطة، وتم تداول في ذلك تلك الأثناء على 2,300,000,000 سهم بقيمة تداول بلغت 8 مليار جنيه عبر 190,000 عملية. طيب. وتصدر النيل للأدوية والصناعات الكيماوية النيل ومطاحن شركة دلتا تراجعات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر الشمس للإسكان والتعمير والصعود بنحو 18%. بقى الشمس للإسكان هو اللي عمل 18. القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 36 مليار جنيه بجلسة الأحد. طلعت مصطفى تحقق مبيعات بقيمة 19 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026. ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالختام الثلاثيني يقفز 1.2%. بنك قناة السويس يخفض حصته في الوطنية للإسكان إلى 7.43%. إنكوليس توافق على إضافة نشاط التمويل العقاري. العربية للمحابس تعلن عن قفزة في التعاقدات وخفض مديونتها البنكية. طب نشوف كده التفاصيل بتاعت الخبر ده بسرعة. أوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم أن رصيد المديونية انخفض من 67 مليون جنيه في بداية عام 2025 إلى 34 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مما ساهم في تحسين الهيكل المالي للشركة وخفض تكاليف الفوائد. كما نجحت الشركة حل مشاكل الرصيد المتوقف لدى شركة غاز مصر لمدة عامين والبالغ 30 مليون جنيه، ويتم تحميل الجزء الأكبر من المديونية ليصبح القائم منها 6 مليون جنيه، وتم الاتفاق على تسديده من خلال دفعات أسبوعية. ماشي. دي العربية المحابس. بورصة مصر تعزز مكاسبها بالمنتصف مع ارتفاع 153 سهم. بورصة مصر تعلن موعد سريان عرض استحواذ على حصة من سبيناليكس.
طيب احنا كده يا جماعة يعتبر غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.